السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا جاء شهر رجب منفردا عن الأشهر الحرم؟ نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية أدعو حضراتكم للاشتراك في هذه القناة المباركة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد. نرجع لسؤالنا، لماذا جاء شهر رجب منفردا عن الأشهر الحرم؟ قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والأشهر الحرم هم 4: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ويجي رجب لوحده بقى بعيد عن الشهور الثلاثه دولت. طب ليه ما كانش الاشهر الحرم مثلا شوال وذي القعده وذي الحجه والمحرم ويبقى الاربعه ورا بعض وما فيش اي مشكله؟ اقول لك لا، في حكمه عظيمه جدا من ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل شهر رجب لوحده بعيد عن الاشهر الحرم الثانيه. ايه الحكمه من كده؟ الحكمه ان في بعد رجب شهرين، الشهرين دولت عليهم مدار العام، بل عليهم مدار العمر كله ان صح القول، اللي هم شهر شعبان يا حبايبي وشهر رمضان. شهر شعبان هو الشهر اللي بترفع فيه اعمال السنه كلها الى الله سبحانه وتعالى. يعني الشهر اللي جاي، احنا دلوقتي ايه؟ في شهر رجب. الشهر اللي جاي هترفع 7 مليار و500 مليون صحيفه الى مالك الملك وملك الملوك. يا سبحان الله. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب كثرة صيامه في شهر شعبان. قال له: يعني ما رأيناك تصوم شهرا بعد رمضان أكثر من شهر شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فكأن مدار الأهمية كلها كانت على رجب ورمضان، فهو شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. الله أكبر. يبقى في بعد رجب في شهر شعبان هتترفع فيه الأعمال إلى الله، وبعد شعبان في شهر رمضان الذي من صامه إيمانا واحتسابا وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني كان من أهل الجنة. فكان لابد من الاستعداد للشهرين دول بان يكون قبلهم شهر من الاشهر الحرم، اللي هو بالبلد كده الانسان بيتدرب فيهم على كثرة الاعمال الصالحة وعلى البعد عن المعاصي وعلى التحلل من المظالم. لان ربنا قال في ايه في الاشهر الحرم؟ قال: فلا تظلموا فيهن انفسكم. وكلمة فلا تظلموا فيهن انفسكم يا حبايبي قلنا قبل كده ليها معنيين. المعنى الأولاني: ما تظلمش نفسك وما تظلميش نفسك بكثرة الذنوب والمعاصي وانتهاك محارم الله، لأن ده ظلم للنفس. طبعا أشد أنواع الظلم هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، كما قال جل وعلا في وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم يأتي بعد ذلك الكبائر فالبدع فالصغائر إلى غير ذلك. يعني الشاهد إن الإنسان يتجنب في هذا الشهر وفي الأشهر الحرم. طب وهي المعاصي يعني تبقى بس حرام في الأشهر الحرم؟ لا، حرام طول السنة، لكن تزداد حرمتها ويزداد جرمها في الأشهر الحرم. حتى كانت العرب في الجاهلية كانت تقدس الأشهر الحرم بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ما تظلموش نفسكم بالمعاصي والذنوب، وبرضه المعنى الثاني فلا تظلموا فيهن أنفسكم يعني لا تظلموا غيركم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك لما في حادثة الإفك، لما اتهمت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بفعل الفاحشة مع صفوان بن المعطل السلمي. خدوا بالكم بقى، جلس أبو أيوب الأنصاري مع أم أيوب الأنصارية وقال لها: يا أم أيوب، لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلي ما اتهموها به؟ قالت: حاشا لله. قال: فوالله لا عائشة خير منك. قالت له: أنت يا أبا أيوب، لو كنت مكان صفوان لكنت فعلت ما اتهموه به مع أمنا عائشة؟ قال: حاشا لله. قالت: فوالله لصفوان خير منك يا أبا أيوب. فنزل قول الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه، يعني حين سمعتموه، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين. عشان كده جاء شهر رجب قبل شعبان ورمضان عشان يبقى فيه تدريب قلبي وعملي وطاعة على العبادة في شهر شعبان وفي شهر رمضان، زي ما أي حد في الدنيا بيتدرب على أي شيء. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.